ازيكم عاملين ايه؟ النهارده انا جايب لكم الميتسوبيشي الاوتلاندر، العربيه اللي احنا تقريبا ما بنشوفهاش، مش تقريبا، احنا فعلا ما بنشوفهاش في مصر. فتعالوا كده نتفرج عليها من بره ومن جوه كده، ونشوف الحاجات اللي احنا فعلا ما بنشوفهاش في مصر ومحرومين منها. يلا بينا. اهي يا جماعه العربيه اهي، دي الميتسوبيشي الاوتلاندر. العربيه دي بتنزل بموتور 2500 سي سي. العربيه دي موديل 23. دي موديل 23. الموتور ده بيطلع 180 حصان. بصوا الاضاءه بتاعتها ال اي دي، فول ال اي دي بالكامل. طبعا دي فيها اقل، فما فيهاش هنا الكاميرا اللي قدام. ده شكل الجنط بتاع العربيه. ده شكل الاضاءه بتاعتها، فول ال اي دي بالكامل. تعالوا بقى نخش جوه ونشوف فيها ايه. طيب ده كده الفرش بتاع البيبان، جلد بالكامل معاه طبعا الجزء ده، لكن كل المنطقه دي كده بالكامل عباره عن جلد. وهنا في تطعيم الكربون فايبر مع كده حته ميتال للزراير بتاعه الازاز، وطبعا الازاز كله وان تاتش. وده كمان البلاك بيانو مع جزء كده من النيكل. نيجي بقى لفرش الكراسي. طبعا الكرسي بتاع السواق اوتوماتيك، وادي كمان الاير باج بتاع كرسي السواق، غير طبعا الاير باج اللي موجود على القوايم. الفرش ده جلد فالكنتاره، شكله حلو قوي. نرجع بس الكرسي لورا عشان اعرف اخش. وده شكل الطاره بتاعه العربيه. طبعا الشاشه بتاعتها ديجيتال بالكامل. نقفل بس الصوت المزعج ده. ودي الشاشه بتاعت العربيه. وده التكييف بتاع العربيه. التكييف طبعا دول زون، تمام، يمين وشمال. وطبعا الستارت انجن، المنطقه دي كلها عليها تطعيم بلاك والنيكل، تمام، غير الميتال اللي موجود اللي هو الالومنيوم اللي موجود تحت هنا، فمديها شكل حلو قوي للمنطقه دي. عندك هنا تاني بقى في هنا المخرج بتاع الولاعه او ال 12 فولت، تمام، وشاحن الموبايل الوايرلس. وكمان عاملين حركه حلوه قوي، شاحن يو اس بي تايب سي ويو اس بي عادي، فدي حركه لذيذه يعني. ده بقى الجير بتاع العربيه، شكله غريب يعني، هو ده بس شكله كده، تمام. وبتحرك بقى تشوف انت عايز ايه بالظبط، لكن اهو ده كده شكله يعني. وورا هنا برضو المنطقه دي كلها كده بلاك بيانو، وفي حته ميتال كده لذيذه، نيكل كروم. ودي فرامل اليد، وده الاوتو هولد. وهنا بقى عندك الجريب كنترول. الجريب كنترول ده بيديك اكتر من وضعيه يعني. في عندك هنا الايكو، في النورمال، وفي عندك ده اللي هو زي السبورت يعني، وده الميه والتلج والارض الطيني بقى او الكلام اللي هو المود، تمام. وكمان عندك الهيل ديسنت اسيست، فطبيعي طالما فيها الهيل ديسنت اسيست يبقى اكيد فيها الهيل اسيست اللي هو مساعد الارتفاعات. وطبعا في هنا بقى حبه كده ايه، فرش حته من الجلد كده، شكلها لذيذ. وده كاب هولدر عادي جدا. ده المفتاح بتاع العربيه بايظاوي يعني، هو ده شكله. انا نسيت اوريكم الطاره بتاعت العربيه. الطاره شكلها حلو قوي يعني، حتى بصوا كده الحته اللي في النص صغيره وبتاع، واخده شكل فيها فور سبوك، فشكلها حلو قوي. وفرش الجلد اللي عليها اللي هو المنقط مع الجلد الساده مع الحته دي، تمام، فمديها شكل حلو قوي. وبعدين كمان عندك البدل شيفتر اللي ورا ده. الطاره شكلها حلو قوي. لو جينا نبص بقى على المنطقه الخلفيه، ده كده فرش البيبان، برضو نفس الفكره، نفس الماتيريال اللي موجوده قدام هي اللي موجوده ورا. المنطقه دي بالكامل جلد. وهنا عندك المنطقه دي برضو البلاك بيانو مع الميتال، فشكلها حلو. والكنبه نفس الفكره. في حاجه عايز اقولها لكم، ان العربيه دي بايظاويه يعني، العربيه دي 7 كراسي، بصوا. بس بصراحه مش عارف انا ايه اللي طالعين دول، بس عادي يعني، تمام. دول مساند الراس، الكراسي اللي ورا. وهتلاقي هنا عندك
في بقى اللي هي فتحتين التكييف، واتنين برضو يو اس بي، واحده تايب سي واحده عادي، ومكان فاضي يعني. المنظر من قدام حلو قوي، المنظر من قدام بتاع التابلو مع فتحه السقف شكلهم حلو قوي بصراحه. تعالوا كده نبص على شنطه العربيه. مبدئيا طبعا شنطه العربيه كهرباء، تمام اهي، والبتاعتين دول اهم ماشي. وعندك هنا كمان في دراعات عشان تقفل الكنبه اللي في النص، واهي كمان. وطبعا دول عشان تقفلهم بتشد ده وتنيم دي كده، وتشد دي وتنيم دي كده. كده بقى عندك حوالي 1300 تقريبا او 1200 لتر في المساحه دي كلها. ولو تنيت الكرسي كمان اللي قدام ده انت كده برنس. حاطين بقى حته ايه، حلقه حلوه كده اضاءه في الشنطه جميله مع فتحه الباب. وادي كمان شنطه العربيه الكهرباء. واقفل يا معلم.